قرارات اخدتها وقرارات هاخدها وهقول لكم الاسباب. هبتدي الاول بالقرارات اللي هاخدها. مبدئيا انا عملت تحاليل امبارح وطلعت التحاليل الحمد لله كلها كويسه ما عدا الكوليسترول. طلعت نسبه الكوليسترول عاليه عندي شويه، وده بسبب ايه؟ بسبب الحاجات الفرايد اللي انا باكلها، وبسبب ان انا باكل جبنه رومي كتير. عامل فرايد تشيكن، مين فينا مش بيعشق فرايد تشيكن؟ انا بحب فرايد تشيكن جدا. فطبعا دي برضو من الحاجات اللي ممكن تزود نسبه الكوليسترول. وهبتدي اكل حاجات بزيت الزيتون. هلعب رياضه يا جماعه، انا الشغل منعني عن ان انا العب رياضه، بس قلت لازم زي ما بخصص وقت ان انا اروح السينما او اخرج او اعمل شوبينج او اعمل شعري، لازم هخلي فيه وقت ان انا العب برياضه. بس خلصنا من الصحه الجسمانيه. القرارات اللي انا خدتها بقى الصحه النفسيه، ويمكن اللي خلاني اكلمكم فيها دلوقتي ان انا كنت لسه امبارح كان عيد ميلاد ماما، ففي واحده بنت خالتي يعني قالت لي انت اتغيرتي. لما اتفرج على فيديوهاتك حاسه ان انت اتغيرتي، حتى لما بتكلم معاكي في اي حاجه حاسه ان انت بقيتي اكتر هدوء، اكتر سلام نفسي، ما بتحاوليش تخشي في مشاكل مع اي حد. وحقيقي هي نبهتني للموضوع ده، ان انا حقيقي بقيت الانسان ده، الانسان اللي عايز يعيش بيس. انا مش عايزه مشاكل مع اي حد، انا عايزه احط دماغي على المخده يا جماعه، لا افكر مين قال ولا مين عاد ولا مين اصلا بيفكر فيا ازاي. يمكن الحاجتين اللي انا لحد دلوقتي مش قادره اظبط نفسي معاهم قوي، ولو اعمل كنترول على العصبيه، لو حد اتكلم على حد من بناتي طبعا، ودي ما اعتقدش ان انا هقدر اعمل ده، وكل الامهات عارفين كده. ولو حد اتكلم على مصر بتجنن بقى، اللي هو انا فريده بتشوفني ماسكه الموبايل بكتب بسرعه، تقول لي هو في حد بيجيب سيره مصر؟ اقوله ان احسن حاجه في الدنيا نقدر نعدي بيها الضغوطات اللي احنا عايشينها دي كلها، ان احنا نصاحب الناس اللذاذ، الناس الكول، الناس الهاديه، الناس اللي عايزه تخرج معانا عشان نقعد وننبسط ونقعد قاعده فيها انبساط وفرحه. نخلي دايره حياتنا كلها ما فيهاش غير الناس الايجابيه. ابعدوا عن الناس السلبيه، ابعدوا عن الناس اللي اول ما بتكلموهم يشحنوكوا بطاقه غضب. طاقه الغضب دي يا جماعه ممكن تكونوا انتوا في المكالمه مش حاسين بيها، بس وانس ان انتوا خلصتوا المكالمه وقفلتوا، او كنتوا قاعدين معاهم ومشيتوا، بتحسوا ان انتوا ممكن اي حد يجي يكلمكم بعد كده تحسوا ان انتوا متعصبين وتتعصبوا عليه. الناس اللي بتبقى جواها غضب، جواها حقد، جواها طاقه، بيجي لكم منهم اي فايب، بتبقوا مش مرتاحين وانتوا قاعدين معاهم، قطعوهم. خليكم مع الناس الفرافيش، خليكم مع الناس اللي تكونوا قاعدين مبسوطين معاهم. اتمنى ان يكون كلامي فاتكم، واتمنى ان انتوا تكونوا حقيقي بتشتغلوا على نفسكم، وتخلوا اي حد يديكوا طاقه غضب خرجوه من الزوم بتاع حياتكم. خلوا كل الناس اللي حواليكم فرافيش ونعنيش وبيحبوا الحياه وبيحبوا يتبسطوا. تكاليف نقدر نتبسط ان شاء الله، نقعد نأسف، اتبسطوا وافرحوا، وابعدوا عن نفسكم الناس اللي بتدي طاقه سلبيه. نهاركم زي الفل.